احنا الحين رجل السلطة اليوم اللي تكون فيه صفات الرجولة ومقتنع ان المولى عز وجل هو اللي وضعه في مكان يريد به المولى عز وجل خير به هو والناس، بقطع النظر على وضع الشريعة الإسلامية ولا غير ذلك. يعني نحكي شخص إذا كان مقتنع بحقه لتسيير الأمور، دونك يلزم يكون بجانبه نحكي على سير عرايز وما أشبه بسير عرايز، دونك يلزم يكون بجانبه طائفة من العلماء اللي يعرفهم هو بجرأتهم ويعرفهم مواعظتهم ويعرفهم كما نقولوا نحن ولا يبالون بسلطة السلطان، وعندهم شجاعة اكتسبوها من تعاليم الإسلام. هذا هم العلماء اللي نحكوا عليهم، نحن مش يكونوا مش نبكي رجل السلطة مثال، فهمت؟ لأن عليه خاطر المولى عز وجل يسر لرجل السلطة المكان اللي هو فيه تو، عليه باش يكون شنو؟ باش يكون عادل ويكون قوام في كل نائب ويكون قد كل جائر ويكون صالح كل فاسد ويكون قوة لكل ضعيف ويكون نصرة لكل مظلوم ويكون مرضع لكل ملهوف. هذا هو اللي كيفاش رجل السلطة يلزم يكون. ولهذا يلزم يكون بعدها طائفة من العلماء اللي ذكرنا صفاتهم أكثر من هكذا، فهمت؟ ولهذا يقولوا لك يا سيدي العرايس الشعب اللي ما ينزل فيه واللي ينزل منه، فهمت؟ واللي هو الشعب التونسي راه أمنك على مال وعياله. نحن كشعب أمناك على مالنا وأمناك على عيالنا، فلا تبرز المال ولا تشرد العيال. فهمت؟ علاش؟ لتبقي الأهل وتشرد المال. فهمت؟ ولهذا نصيحة منا ليك، فهمت؟ راه أمناك على مالنا وعلى عيالنا. فهمت؟ واذكر دائما، فهمت؟ إذا رحت إلى ما في القبور وحط إلى ما في الصدور. هذا يصير عايز وما تابع في العايز بصفة عامة. فهمت؟ والأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في العايز. فهمت؟ فلا تحكم الناس بالجهل ولا تسلك سبل الظالمين. فهمت؟ ولا تسلط المستكبرين عن المستضعفين. فهمت؟ ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويذكرون الطيبات في دنياهم، فهمت؟ بإحداث طيباتك بآخرتك. رد بالك. فهمت؟ ولا تنظر إلى قدرتك اليوم وانظر إلى قدرتك غدا في تتحقق من المولى عز وجل. فهمت؟ ولذلك يا سيدي العرايس كن حكيما وضع في حكومتك حكماء. فهمت؟ لازم الناس اللي كما نقولوا نحن عندهم مهام، فهمت؟ وعندهم مأموريات، فهمت؟ وعندهم تسيير امور واراء في حكومتك، يلزمهم يكونوا حكماء. ما تحطليش هكذا بعض تحط ناس حكماء واللي ما يصلحش يمشي على روحه. ما هي ما مدخولها او غلطها او ما فيهاش اخطاء تو بدون اخطاء. دونك لازمك تحط حكماء. علاش حكماء؟ خاطر كل المثل ضع حكيما ولا توجد. كي تحط حكيم انت في موقع حساس كما هذاك ما خير ما توصيه، راه المفروض ما خير ما توصيه. فهمت؟ وهما فيهم الناس هذوما لازمك تعطيهم حقوقهم. علاش؟ لان عندما تعطيهم حقوقهم تستوجب في ذلك شنو؟ الطاعه. فهمت؟ واستشاره اهل العلم، فهمت؟ باش تاخذ منهم مجالس. فهمت؟ اما الحاكم واش راهو مع التغيير الزمني والتغيير اللي قاعدين نشوفوا فيه. فهمت؟ وانت راهو انت وين باش تسير الامر؟ باش تسير والخايف انت خير. انت خير معناها والله انت خير. وباش تسير والثاني انت رابح، خاطر انت المسؤول الاول امام الله. والنهار راهو انت مسؤول فيه على
الشعب هذا باش تكون مسؤول فيه امام الله، لا يغادر الله صغيرة ولا كبيرة الا احسن. واهل العلم انهم اهل العلم اللي ذكرناهم راهو الصفات اللي ذكرناهم اكثر من الصفات اللي ذكرناها في بدايه الحديث. وتونس والبلاد هذه اليوم تستحق حكومه حكيمه حكيمه. اول حاجه لازم تكون جاي فيها حكماء، مش حكماء بمنطق مفهوم الوضع، حكماء بالمفهوم الاصلي بتاع حكيم. فهمت؟ تاع كلمة حكيم في اللغة حتى في القرآن ترجع تاخذ المفهوم الاصلي بتاعها، وشنو اللي تدل عليه، ولا شنو كيفاش يكون الرجل الحكيم، مش بالنسبة لله انت وذاك ارجع كما نقولوا نحن الكتاب ربي. فهمت؟ وخذ كلمة حكيم وشوف كيفاش وصلوها العلماء كلمة حكيم، وشنو الصفات اللي لازمها تتوفر باش تكون حكيم. فهمت؟ وشوف عندك الناس ترى باذن الله تبقى الناس كما نقولوا نحن حكماء باش يطيروا البلاد. فهمت؟ ولهذا يسير عليه خذ الحلال وضعه على الحقوق، خذ الحلال وضعه على الحقوق، وعظم الله وانتبه ان تفعل او يراك حيث نهاك او يقيدك من حيث امرك. فهمت؟ وهذه نصيحه للعرائي في الحقوق. فهمت؟ ونحن نقول اليوم في الوقت كان حاجه ولا تمشي بالدنيا هذه المقتنعه اللي هي دين ترضي المولى عز وجل. فهمت؟ وترضي كما نقولوا نحن وانتراك عليها. فهمت؟ وخذيت الاسباب وانت قاعد تاخذ بالاسباب اللي لازمها تكون في هذا الزمن، خاطر كل زمن واخذ بالاسباب بتاعه، وانت من جمله الاسباب اللي لازم تاخذها كونك انت. فهمت؟ تحط بجانبك طائفه من العلماء. فهمت؟ هذه كما نقولوا نحن في الصفات، هذه كما نقولوا نحن ذكرناها. هذه الاولى. ثانيا في حكومه لازم تحط حكماء. فهمت؟ حكماء بالاوصاف اللي كما نقولوا نحن معروفه عند المسلمين، مش عند الحزب هذا وهذا ولا انا نقول فيه هذاك حكيم ولا مش حكيم. فما اوصاف ذكرها الاستاذ. فهمت؟ معروفه عند العرب وعند المسلمين. فهمت؟ يقولوا في شخص حكيم. فهمت؟ هذه اللي تعطيها تقييد باش تاخذ اشخاص باش تحطهم معك في الحكومه. فهمت؟ وان شاء الله كما نقولوا نحن ربي يوفقنا وربي يسترنا. فهمت؟ وربي يصلحنا نبي نسمع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.